يا راديو للماضي سحره ومذاقه. الإسكندرية تقدم كان راديو يا مكان. كان يا مكان، تأليف دكتور أحمد طلعت، إخراج خالد منيب. وكان يا مكان في سالف العصر والأوان راجل فقير غلبان، لا عنده عمارة ولا حتى دكان، رسماله صنعته ورزقه على قد لقمته، سارح في الشوارع وشايل عدته، أو معسكر على الرصيف يباشر مهمته. الراجل ده يا حضرات كان اسمه الكنترجي، شايل ما تيسر من عدة الشغل، لكن صنايعي درجة أولى ولا فخر، وقادر إنه يصلح ما أفسده الدهر. جرى إيه يا أسطى نعمان؟ فينك بقالك كام يوم ما عديتش؟ اهو في الدنيا الواسعة. وماله يا اسطى؟ بس يبقى لنا فيك نصيب ان شاء الله، دايما يبقى لك في الطيب نصيب. اي خدمة؟ عايزك تشوف لي الجوز ده. ياه، ده النعل دايب والكعب منحول على الاخر. ما انت بقى فيك البركة. تحب اركب لها نص نعل ولا نعل على بعضه يبقى احسن؟ اما اعرف الاول ده يكلفني كام وده يكلفني كام. النص نعل اذا كان كاوتش يبقى بشلن، والنعل على بعضه بنص ريال. يا عم نعمان، ده الكاوتش مفيش ارخص منه، وعجل العربيات على قفا من يشيل. ما هو مش كله يا فندي، فيه كاوتش خفيف بس ما يعمرش، وفيه الكاوتش التقيل اللي الوش يدوب وهو لم يدوب. امال لو هتركب نعل جلد هتتكلف كام؟ هتزيد كمان 3 ساغ. بس الصراحة الجلد انزق. يبقى على البركة اعملهولي جلد. بس على كده مش هتخلص النهاردة. ليه لا سمح الله؟ عشان لازم ابيت الجلد في المية يوم على الاقل. يا سلام، وعليه كده؟ عشان يلين وياخد الفورمة بتاعته مظبوط. خلاص يا أسطى نعمان، اللي تشوفه. تحب اركب لك حديد؟ ايه رأيك انت؟ هو برضو مصلحة، بدل ما النعل والكعب يدوبوا بسرعة. اذا كان كده يبقى نركب حديد. عندنا فص على قد الحرف بتاع الكعب، وفي حدوة على قد الكعب كله. تحب انه فيهم؟ كفاية تركب لي فص قدام وفص ورا. يبقى استبينا. والنعل من غير مؤاخذة عايزه مسمار ولا خياطة؟ لا بلاش المسمار لان عمره قصير، خليه خياطة احسن. يبقى هشمع لك الفتلة عشان يبقى زي الحديد. اي خدمة تاني؟ الصبغة طبعا، احسن الجلد بقى لونه كالح. ودي برضو تفوتني، الصبغة واللامعة عشان تاخدها ان شاء الله اجدع من الجديدة. ده ايه الهانة ده؟ صاحبنا الكنترجي ده كان عامل زي الفنان الشامل، يصلح ويخيط ويمسمر وكل شيء بدرجة عال العال، والحسبة كلها قروش سواء كان معاه الزبون او معهوش. لكن زي ما انتوا عارفين دوام الحال من المحال، وبعد ما كان الكنترجي او العتقي بقى فيه المحلات اللي مالية الدنيا، الازاز في مي والتكييف ماركت مش عارف ايه، وصاحب المحل قاعد جنب التليفون، والاحذية تنزل باوامر من الديكتافون. صباح الخير. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، اتفضلي يا هانم. ايوه، سيادتك تحبي نجيب لك ايه؟ الجزمة دي انا شارياها منكم الجمعة اللي فاتت، لابسة والتانية لقيتها فاتحة بقها. سيادتك متأكدة انك شاريها من عندنا؟ هو من رخصهم هبقى مقطعة الشراء وابقى مش عارفة جايباها منين ولا منين. انا بس بسأل. لا يا ستي، جايباها من عندكم. المرة الجاية هبقى اخد فاتورة ولا اقولك تبقوا تعملوا شهادة منشأ عشان ياخدها الزبون. يا هانم انا ما قصدتش حاجة، ملوش لزوم كل ده، احنا هنعملك اللازم. واللازم ده هيبقى ايه؟ هنبعتها الورشة عشان يلزقها لك بالكل. ما هي هترجع تفك تاني، انتوا بطلتوا خياطة. لا خلاص يا هانم، دي كانت موضة وانتهت. موضة؟ دي كانت الجزمة بتعيش، اما الواحدة تزهق منها. يبقى على كده اللي هيشتري مرة عمره ما هيشتري غيرها. وقعتي بلسانك،
يعني عاملينها كده مخصوص عشان كل يوم والتاني نكوع دم قلبنا؟ وفين؟ في الارض. يا هانم ده مش ذنبنا، الصنايعي اسهل انه يشتغل باللازم. يعني احنا دلوقتي مش على كيفنا، انما على كيف الصنايعي. هو كده يا هانم، لان حسابه على الجوز، فهو عايز يعمل بدل الوجبة وجبتين وتلاتة. ايه الوجبة دي؟ مقطوعية يا هانم، وكل ما يخلص اكتر يقبض اكتر. وطبعا يخلص اكتر تبقى الكلفتة اكتر واكتر. خلاص يا هانم ما تزعليش نفسك، عندنا احذية مستوردة على اخر موديل. ودي تمنها كام بالصلاة على النبي؟ 160 جنيه بس. بقولك ايه، ما لاقيش عندكوا اباقيب؟ وادي اللي استجد علينا من الصنايع المودرن. الصنعة اتأخرت والبركة اتبخرت، واللي كانت بالقروش دلوقتي دخلت في الجنيهات، ويا ريتها كانت عمرت. كان يا مكان. كان يا مكان في سالف العصر والأوان، وقبل اختراع المخابز والأفران، كان في مهنة الخبازة، ودي كانت مسؤولة عن صناعة العيش، والمسألة بالنسبة لها أكل عيش. وبدل ما ندخل في التفاصيل، تعالوا نقابل أم أبيل الخبازة. امال الدقيق فين يا ست الحاج؟ اهم عندك جنب الفرن، قفتين دقيق وجنبهم الردة بتاعتهم، لسه جايين من وابور الطحين. طب ناولين يا اختي طاجن العجين من جنبك. ناوية تعملي ايه؟ هنعجن الاول ونحط فيه الخميرة اللي حيشينها من الخبزة اللي فاتت. بس تخلي بالك ما تعمليش حاجة قبل ما العجين يخمر كويس. يا ندامة، هي دي كانت اول مرة يا ست الحاجة؟ انا هسيبه لحد ما يخمر على الاخر. وبتعرفي كده ازاي؟ انا لما بعجن الدقيق بعمل حسابي انه ما يملاش الطاج اللي طبت عينه، واروح مغطياه واشقر عليه بعد شوية، اما الاقيه عالي اعرف انه خلاص خمر. وبعد كده هتعملي ايه؟ هرصه طبعا واحطه في الالواح. ساعتها بقى تناجي عليا ابعتلك البت سعدية تبطط معاك. وماله يا ست الحاجة، اهي ايد على ايد تساح. وعندك المطارح انا حطاهم ورا الباب. امال الوقيد فين يا ست الحاجة؟ عندك المسكة فوق السطوح، خدي منها زي ما انت عاوزة. مفيش حطب؟ لا يا اختي، الحطب بيعمل دخان وبيهبب لنا الدنيا. هو انا عبيطة يا ست الحاجة؟ ده انا بولع الحطب الاول عشان يسخن الشروقة. واوعي تنسي تعملي للعيال شوية ابابير، ما انت عارفاهم بيحبوا ياكلوها بالسمن والسكر. يا اختي مطرح ما يسري يمري. وما يمريش ليه؟ القمح من أرضنا، مطحون ومنخول حسب طلب الزبون. أما عن الصنعة بتاعت الست أم أبيل، فكفاية إننا نقول إنها بتعمل لنا رغيف ماركة صنع في بيتنا. وراحت أيام أم أبيل، وقفنا على المخبز طوابير. أنا مش هقول حاجة، انتوا اللي هتروحوا وتشوفوا المخبز المدر. جهزت موتور العجين ومشحمه آخر تمام يا معلمي. الله، طب كنت تمسح ايدك من الشحم لا يدخل علينا حد من بتوع الصحة. ما أنا لسه مسحه في شوية دقيق. طيب يبقى بإيدك بقى معايا نقلب الدقيق في المكنة. بس أنا شايف الدقيق كده. ايه ماله الدقيق؟ لونه كده مش نور، يظهر مش منخول كويس، ولا يمكن يتوسخ في النقل. يعني ايه؟ اجيب لك منخل واقعد انخله؟ مش قصدي يا معلم، بس ايه؟ انت عارف لو سمعنا كلامك هيحصل ايه؟ هيبقى الدقيق نظيف. بس هيخس الربع يا فالح. يعني شوية الدقيق دول مش هيكملوا الوجبة بتاعت النهار. ماشي يا معلمي، نقلب الشوال وتشغل الموتور، خلي العجينة تخلص اوام. احنا مش هنصبر عليها لحد ما تخمر؟ ده ايه الفلاحة دي؟ عايزنا نقعد جنب العجينة لحد ما تخمر؟ امال نعمل ايه يا معلمي؟ نقلبها في الفرن على طول قبل ما تخمر. تبقى تخمر في بطن الزبون. اللي تقول عليه يا معلمي. ومونت الفنطاس بتاع السولار كان هنا بالفجر ومليناه على الاخر. بس ايه؟ الفرن بيحب جامد يا معلمي، والعيش كله بتبقى ريحته جاز، والزباين يعني ايه يحمدوا ربنا اننا ما بناخدش منهم حق الجاز. في الأولى كان حاجة بيتي، والقمح جايبه من غيطي. دلوقتي حاجة غير الأول،
اسمه طباقي ومعدل، ويا خوفي بكرة ايه حيكون، يطلع لنا رغيف بالفريون. كان يا مكان. كان يا مكان في سالف العصر والأوان جمعية كان اسمها الرفق بالحيوان، والجمعية دي كان لها عيون وبصاصين يلفوا الشوارع والميادين يشوفوا ايه حال الحيوان، سواء كان سليم او كان تعبان. وعشان ما نتكلمش كتير تعالوا بينا نشوف الرفق بالحيوان. استنى عندك يا جدع انت. في ايه يا سعادة البيه؟ مش عارف في ايه؟ ما انت شايف شكل الحمار اللي معلقه في عربيتك؟ ماله يا سعادة البيه؟ مش شايف الجرح اللي في رجله؟ حظه كده يا سعادة البيه، هو بيجر العربية اتزحلق. لانك مش شايله فوق طاقته. ما تخافش عليه يا بيه، ده اصله عفي. كان لازم توديه الشفخانة عشان يعالجوا الجرح بتاعه. ما انا بعمل له لبخة يا سعادة البيه. تعمل له لبخة بالليل وتشغله الصبح يبقى عمره ما هيخف. طب وانا اعمل له ايه بس يا بيه؟ تفكه دلوقتي حالا، والعسكري هياخدك معاه على الشفخانة. والعسكري كمان يا سعادة البيه؟ طبعا. مش هيتعمل لك محضر؟ محضر يا بيه عشان حمار متعور في رجله؟ هو الحمار ده ايه؟ الحمار من غير مؤاخذة حمار، بس من لحم ودم، ويمكن جرح زي ده يقضي عليه. اللي تشوفه يا سعادة البيه، بس اعمل معروف ما يعطلونيش. وانت فكرك انك هتاخد الحمار على طول؟ امال هتعملوا ايه يا بيه؟ هنحجزه في الشفخانة. طب ليه يا سعادة البيه؟ لازم يستنى في الشفخانة لحد ما يخف. والعطلة اللي هتحصل يا سعادة البيه تبقى درس لك عشان تصون نعمة ربنا. والصورة دي يا حضرات كانت موجودة في كل مكان. المهم واللي حصل انه يظهر ان حكاية الرفق بالحيوان دي بقت موضة قديمة. وقبل ما تقولوا ده انت متحيز لزمان، تعالوا شوفوا الصورة المدير. انت يا اسطى، انت يا اسطى يا بتاع الكرو. نعمين يا فندم. مش حرام عليك يا راجل؟ مش كفايه البلوه اللي انت حاططها فوق العربيه تقوم تضرب الحمار كمان؟ هو حضرتك من الصحة؟ لا. من الشفخانة؟ برضو لا. تكونش حضرتك من غير مؤاخذة يعني من قرايبه؟ اسمع يا راجل انت، احترم نفسك، اوعى تغلط. لا اله الا الله، دي رمي جيتت ايه ده على الصبح ده؟ اتعدل في كلامك يا راجل انت وافهم اللي بقوله كويس. انا بقى اللي عايز افهم ايه اللي حشرك من غير مؤاخذة بيني وبين الحمار بتاعي؟ الرحمة يا بني ادم. الرحمة؟ ودي تطلع فينها ناحية بالصلاة على النبي؟ في كل ناحية يا بني ادم. هو البهيم ده مش بيأكلك عيش؟ قول لي بقى انك تبقى سيادتك من الضرايب. يا بني ادم انا بكلمك على الحيوان المسكين ده، فيها ايه يعني لو ترحمه شوية؟ الرحمة من عند ربنا. وربنا هيرحمنا ازاي واحنا ما بنرحمش غيرنا؟ يعني ايه؟ يعني خف على المسكين، بلاش تشيله فوق طاقته، ملهاش لزوم العصاية والكرباج. الله 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 الله، ده انت شوية شوية تقول بلاش الشتيمة كمان. نصيحة يا أولي الألباب، مفيش عمل ما عليهش حساب. ارحم حيوانه وطيوره تنول رضا رب الأرباب. كان يا مكان. زمان يا راديو. وكان يا مكان في سالف العصر والأوان قبل التكنولوجيا والمكانات، ازاي كانوا يرووا الأرض وتطرح الخيرات؟ ما كانش فيه إلا السواقي. طب السواقي دي نجيبها منين؟ قالوا لي عليك وعلى نجار السواقي، تلاقيه واقف في دكانه على وسطه حزام جلد عريض وكل عدته منشار وبلطة ومرزبة. أما المواد الخام فكانت كتل الخشب الكبيرة على ما تيسر من المسامير الحدادي. سلام عليكم يا عم الاسطى. مين؟ ابو عوف؟
فينك يا راجل؟ انا قلت احنا اتنسينا خلاص. استغفر الله العظيم يا اسطى عطية، غيرش انت عارف الدنيا تلاهي. تلاهي ولا ملاهي؟ الملاهي دي بتاعتكم انتوا يا بتوع البندر. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا، ده احنا زرنا النبي. شاي يا واد لعمك ابو عوف. تعيش يا اسطى عطية، بس انا النهارده جاي لك وليا طلب عندك. يا سلام، ده انت تؤمر. ايه الفلوس اثرت معاك؟ خير ربنا كتير والحمد لله. امال لازمك ايه؟ قول لي ما تتكسفش. فاكر السجي اللي كنت عملتها لنا جنب الجميزي؟ الا فاكرها، وفاكر كمان الجميزي اللي كان هناك. عايزك تعمل لنا واحده زيه جنب الرياح. ماشي يا ابو عوف، طلباتك. وادي احنا قلنا فرصه يومين التحاريج ونفحر البير. يعني ابتديت الشغل وعلى كده البير جاهز؟ لسه مخلصين امبارح. قلت اجي اقول لك ونشوف هنعمل ايه. المسألة عايزة مشوار الاول عشان نشوف البير الجديد. ما يفرقش من غير. لا يا ابو عوف، ما يفرقش معاك انت، لكن يفرق معايا كتير. ازاي يعني؟ ما انا لازم اخد المقاسات. البير غوته قد ايه؟ ماشي يا عم الوسطى، وقت ما تحب نتكل على الله. وعندك كمان الترس، مش لازم يبقى على قد الفتحة بتاعت البير؟ عداك العيب يا عم الوسطى، ده شغلك وانت اللي عارفه. ما انا لازم اعمل حساب كل حاجة عشان بعد كده ما تقولش يا ريت اللي جرى مكان. لا 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 يا اسطى عطية، ده الناحية كلتها بتحلف بحياتك. يا سيدي ربنا يديم المعروف. وكمان لازم نعمل حساب مقاسات الطنبور. ايه انت هتقول لي؟ ما انت طول عمرك راجل نمكي. بس الاصول يا ابو عوف. يبقى على كده هتجيلنا امتى علشان ابعت لك ركوبة تستناك على المحطة؟ نخليها بعد بكرة، ناخد قطر الدلتا بتاع الصبح من غير مقاطعة. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا قال له هات عربون ولا رسم نفسه عليه أبدا، لكن كله بالحساب، يقيس ويحسب ويقطع ويصنع، وتكون النتيجة ساقية تعيش إلى ما شاء الله. لكن زي المعتاد في كل البلاد، ابتدت الساقية تدخل المتحف وقربت تبقى من آثار التاريخ، ودخلت الميكانيكا ومعاها شغل البولوتيكا، وبدل ما كان الفلاح يروح لنجار السواقي ابتدى يروح للتوكيل، والتوكيل ده يا حضرات هو اللي فيه السواقي المودرن. السلام عليكم. اهلا وسهلا بالعمدة، اتفضل يا حاج. يزيد فضلك يا ست. اي خدمة يا عمدة، احنا عندنا هنا توكيل اعظم الشركات، الالماني والانجليزي انا بدي اقول لك على حاجة لازمان قوي قوي يا عمدة، واذا ما كانتش موجودة اجيبها لك بالطيارة. يا صلاة النبي، بالطيارة؟ ليه لا يا حاج، وانت شوية عندنا. يا ست الله يخليكي، العبارة وما فيه ان السجة اللي عندي في الغيط ما عادتش قادرة تصد على الارض. سايد ايه يا حاج، دلوقتي في حاجات مودر، ترومبة بالجاز بالبنزين تسحب لك المية من بطن الارض. ماني جاي اعرف منك الترومبة دي مهرها قد ايه؟ مش كله يا حاج، في ب800 وفي ب1000. ياه، وما حدكيش حاجة ارخص من كده؟ دي ارخص حاجة يا حاج، وما تتعبش نفسك، مش هتلاقي سعر زي بتاعنا ابدا. بس دول يا بنتي كتير كتير قوي. مش هيكتروا عليك يا حاج، ولسه عايزة لها مصاريف وجاز وبنزين بس اللي تعمله في ساعة ما تقدرش عليه الساقية ولا في يومين. بس الساقية عمرها ما قالت لي عايزة بنزين ولا صنايعي شغلني، وكل الحكاية اني اربط البهيمة فيه وهي تلف وتروي. يا حاج الكلام ده كان زمان. فعلا الكلام ده كان زمان. الساقية كانت حياتنا، تروي تمد الخير، تلف تسحب معاها المية في الطنابير. على صوتها غنت بلابل وعرفنا طعم الريف، والضلة نشرة فروعها والنسمة وقت الصيف، والقلة فيها الزلال والقعدة هي الكيف. كان يا مكان. كان يا مكان، تأليف دكتور أحمد طلعت، إخراج خالد منيب.
غدا نلتقي مع الجزء الثاني، مع تحيات زمان يا راديو.